وانا بقول رجاله، احنا في المربع الذهبي كنا نتمنى نصعد للماتش النهائي، ولكن تم باجراءات اقصائيه واضحه لا لبس فيها ان مصر لا تصعد للنهائي. السلام عليكم الاخوان. للاسف العدوى ديال نظريات المؤامره كتنتقل من الاعلام الجزائري للاعلام المصري. هذا الفيديو اللي شفناه واللي غنزيدو نكملوه كامل غير شويه من بزاف ديال الفيديوهات ديال الاعلاميين اللي خارجين وكيقول لك اسيدي ان مصر خطط لها ان ما توصلش للفينال وان كاينه مؤامره. هذا قولا واحدا، اللي يزعل يزعل يتفلق. احنا هنا بنتكلم على كرة قدم، كرة قدم مش سياسة. المنافسة لازم تكون شريف. انت بتخطط بترتب لمين والايه ولاي شيء. احنا بنتكلم على كرة قدم. هات حكم متميز، حكم محترم، حكم انا عايز العدالة بس، مش عايزه يديني حاجة مش بتاعتي. انتم الاخوان الله يرحم الوالدين، اي واحد فيكم كيفهم في كوره ما كيفهمش في كوره وتفرج في الماتش ديال المنتخب ديال مصر والسنغال غيعرف ان المنتخب ديال السنغال يستحق الفوز وان منتخب مصر ما يستحقش انه يدوز للفينال. ما كاينه لا مؤامره لا حتى شي حاجه. هذيك الكره اللي قال لك انها ضربت في اليد، كره ما ضربتش ليه في يده، ضربت ليه في صدره وحطها. يعني كره ماشي ضربت في اليد. عرفتي كون ضربت كره في اليد اللعابه ديال مصر شنو غيديروا؟ والله تينعسوا لك في التيران، والله ما يبغيو يلعبوا لك كره. اللعابه اللي كانوا حدا اللاعب يعني ما احتجوش بواحد الشكل اللي مبالغ فيه، فهمتي؟ فالكره باينه ضربت ليه غير في صدره وحطها قدامه وتيراها. فهادو ما فهمتش من مؤامره. ونرجعوا للاحصائيات. الا شفتوا الاحصائيات ديال الماتش كامل غيبان لكم ان المنتخب ديال مصر ما دار حتى شي تير كادري في المرمى ديال السنغال. فكيفاش بغاو يربحوا؟ ما فهمتش. مصر ما تستاهلش انها تدوز للفينال. السنغال لعبوا ويستاهلوا انهم يدوزوا. انا عايز العدل فقط في الماتش. لم نرى العدل في هذه المباراة. منتخب السنغال كويس، ما اقدرش اقول منتخب وحش، كويس، كله محترفين طبعا، ولكن كمان ما عندهمش اخلاقيات كرة القدم. لما عملوا ضغوط وعملوا حتى في المباراة، اش من اخلاقيات كيهضر عليهم والمنتخب ديال مصر حنا عارفينه كيفاش داير بالبكا والشكا. المنتخب ديال مصر تقيسو كيطيح، ما يبغيش يلعب معاك كره. الخبط الكروي هما مصريين معروفين به. حتى المدرب بتاعهم لم يكن لديه اخلاقيات كرة القدم. هو عايز يفوز سواء صح او غلط. ضغطوا على الحكم. حكم النهارده انت بترجع ولازم تشوف الفار وتتاكد. امبارح في الماتشات الاوروبيه قعدوا 7 دقايق يبصوا على الفار، 7 دقايق. وهاد اللعيبه اللي قال ديال الفار راه ماشي غير في الماتش ديال منتخب مصر، فراه حتى الماتش ديال الجزائر البارح ديال المغرب فاش ضربت المدافع ديال نيجيريا ضربت ليه في يدو، فاش تيرا حكيمي كره وضربت ليه في يدو في الكاري وما رجعش للفار. فراه ماشي غير على مصر، فراه حتى بزاف ديال المنتخب ولا بزاف ديال المباريات ما رجعوش للفار بزاف. حنا شفناهم في الدوره ديال كاس افريقيا ما ركزوش على الفار، يعني باش نكونوا فاهمين ماشي غير مصر بوحدها. عشان يعرف، وفي الاخر قال لك مش جون، تسلل سايد، انما يا دوب بص بقى فين، وريتناش ليه الفار. فانا كجمهور مصري اوعى تزعل. راه ماشي غير عليه هو بوحدو. نزيد ناكد لكم في واحد اللقطه اخرى ديال فاش دخلت كره ضد سميتو عفوا ضد الجزائر، فاش كره تجاوزت الخط فما رجعوش ليها للفار وما بينوش لينا بالخط واش الكره دازت زعما دخلت بكاع المحيط ديالها ولا لا. تزعل لان انت لن تذهب للنهائي. مخطط كده، انا بقول لك مخطط كده، في خطه، في ولكن انت كدوي على خطه وكدوي على نظريات المؤامره الاخوان، راه خاصك دليل. يعني ما تقولش لي انه راه دليل، خاصك دليل ملموس. يعني ماشي تقول لي لا الاربيط حنا شفناه كيفاش حكم. خاصك دليل، خاصك شي حاجه باللي راه فعلا نظريه المؤامره كدار علينا. ماشي انت ترجع الفشل ديالك كامل نظريه المؤامره. بل اكثر من ذلك الاخوان، نظريه المؤامره كتصيب حتى المدرب ديال مصر. اجي نسمعوا اشنو قال البارح، فغادي تشوف واحد جنون العظمه شخصيا داك المدرب ديال مصر. عشان كده منتخب مصر كمان في الكوره واخد 7 بطولات، في غيره منهم. اللي كانوا مالين الملعب دول، والماتش اللي فات وماتش بنين كان في ناس ليها دور كبير ان احنا ما نوصلش. هنا من غير انه كيبين جنون العظمه ديالو غيقول لك مصر ام الدنيا وام افريقيا وحنا اسياد افريقيا وعندنا 7 البطولات
وميستر كيغيروا منا، قال لك اسيدي الجمهور ما شجعناش. وعلاش؟ زعما السبب من الاسباب ديال الخساره ديال مصر هو الجمهور، وعلاش الجمهور ما يشجعناش. فما فهمتش واش حنا جمهور الكراء، هادشي راه ديجا هضرنا عليها الاخوان. فإلا بغيتي انت الجمهور يشجعك، دير واحد النداء للجماهير المصريه انهم يعمروا الاستاد ويشجعوا المنتخب ديالهم. فراكم نتوما 120 مليون اصاحبي، واش انا 120 ما غاديش يقدر يجي ليا غير 30,000 واحد يجيو للمغرب، او 30,000 واحد ما عندهمش الفلوس فما يمكنش. احنا راه ماشي جمهور الكراء. فانا قلت لعيبتي انت عارف معنى كده ان ايه؟ انت بعبع افريقيا، انت بعبع افريقيا، انت بعبع افريقيا. من نهار مشى عيسى حياته والله ما بقاو داو شي كوب. قال لك بعبع افريقيا. احنا الاسود، احنا الفراعنه، احنا الاسود. هنايا كيوجه ميساج زعما الاسود الاطلس للمنتخب المغربي، زعما راه حنا الاسود، نحن الفراعنه، اسود افريقيا واسود العرب في كل المجالات. فانا فخور ببلدي، فخور بالسبع نجوم اللي هنا. احنا في 7 ستارز، يس 7 ستارز. والله الا جنون العظمه شخصيا. ولكن هذا غادي يجاوبوا واحد الاعلامي منهم النيت، هذا تا هو راه مشهور واقيلا في مصر، يطلع ويقول لك في ناس اصلا مش مصريه. يا عم انت مالك، خليك انت في اللي انت فيه. هات البطوله زي الكابتن حسن شحاته والكابتن جوهري، وبعد كده اطلع قول اللي انت عايزه، افتري براحتك. انما انت كسبت لي بنين، طلعت وقلت. وطبعا اللجان والمطبلطيه اللي هم ودوه في داهيه واللي هم نفخوه على الفاضي من غير اي امكانيات فنيه. اقسم بجلاله الله انت اقل مدرب فني مسك منتخب مصر في طول الفتره اللي انا شفت فيها المنتخبات. ده انت بتلعب بطريقه ما شفناهاش ولا هنشوفها. انت بتلعب بطريقه اللي هي ايه؟ عصفور. فاكر انت فيلم طاقية الإخفاء؟ فاكر عصفور؟ فهادشي اللي كاين الاخوان. انا ما فهمتش هاد المدرب هذا وهاد الاعلاميين هادو خارجين كيقول لك انه نظريه المؤامره. ما فهمتش. انا كنشوف انه السنغال تستاهل انها تدوز، ومصر ما دازتش. بارك عندك 7 الالقاب، الله يجعل البركه. او ما دارت عليك لا مؤامره لا والو، خرجتي بكره. فكاع الظروف كانت ملائمه لك انك دير البطوله، لا من تنظيم لا من كل شيء. يعني الجو بحال كتلعب في اوروبا، ما لاعبش في الشمس والطنطينه باش تلقى واحد السبب. الملاعب من بين احسن الملاعب في العالم، ماشي غير في افريقيا. فكاع الظروف كانت مهيئه لك، انت ما درتيش واحد المجهود، ما لعبتيش، فكيفاش بغيتي انك تربح؟ باش نكونوا فاهمين الاخوان، انا كنت كتفهم في الكره، انا مش نفهمش في الكره بزاف، ماشي ما نفهمش فيها، ماشي بزاف. فكنشوف انها ما تستاهلش ان دوز. سالينا شي حاجه اخرى راه غير كيبكي وكيصبروا في